السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحيالي والجزء العاشر من أدوية ارتفاع ضغط الدم. طبعا اليوم حنتكلم عن أدوية تخثر الدم أنتي كواجلنت. طبعا راح نتكلم بالبداية عن مضاد التخثر، واللي هو يتداخل مع تخليق الكبد لعوامل التخثر المعتمدة على فيتامين كي، K2 وكي 7 وكي 9 وكي 10، بالإضافة إلى بروتينات الوايفرين وايفرين واللي SC أقوى ب4 مرات من وافرين. ويؤدي الوافرين إلى استنزاف احتياطات الفيتامين كي الوظيفية، مما يقلل بدوره من تخليق عوامل التخثر النشطة عن طريق تثبيت الوحدة الفرعية 1 مع مجمع اختزال الإيبوكسيد فيتامين كي متعدد الوحدات بشكل تنافسي. طبعا أول دواء هو الوافرين، وهذا الوافرين هو هذا الاسم العلمي والاسم التجاري والشكل الصيدلاني والقوى الدوائية واسم الشركة، وهاي عندنا الأغلب. نجي على استخداماته أو استعمالاته. طبعا يستخدم الوافرين لمنع تكون جلطات الدم أو ازدياد حجمها في الدم والأوعية الدموية. يوصف للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من عدم انتظام ضربات القلب، والذين لديهم صمامات القلب اصطناعية بديلة أو ميكانيكية، والذين أصيبوا بنوبة قلبية. كما يستخدم أيضا الوافرين لعلاج أو وقاية من الجلطات الوريدية، تورم وتجلط الدم في الوريد، والانصمام الرئوي، جلطة الدموية في الرئة تكون شلون نقول في أوردة عميقة. ويتدرج الوافرين ضمن فئة من الأدوية تسمى بمضادات التخثر أو مميعات الدم. مميعات الدم، ويعمل عن طريق تقليل القدرة أو قدرة الدم على التخثر. طبعا قد يسبب الوافرين أيضا آثار جانبية مثل ألم في المعدة أو في البطن، تغيير في طريقة المذاق الأشياء، الشعور بالبرودة أو القشعريرة، الانتفاخ، الغاز أو البلوتينج، وأيضا تساقط الشعر. يجب التحذير المريض بعدم أخذ الدواء بدون استشارة الطبيب خلال فترة استخدام هذا الدواء، لأنه له تداخل دوائية كثيرة وأغلبها خطيرة. هنا احتمال يسبب نزيف، فهذا الشيء يخوف، أو تستخدمه ويا أدوية أخرى أيضا تقوم على منع التجلط. طبعا موانع الاستعمال هو التحسس، فرط التحسس من الوافرين أو أي من المكونات التركيبية، الميول للنزفية مثل تقرحات الجهاز الهضمي. هنا عندنا القرحة ما قرحة، واحد يدير باله، مثال القرحة، نزيف المرضى من الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو الجهاز أو أي جهاز يعني بالجسم، تمدد في الأوعية الدموية الدماغية، نزيف في الجهاز العصبي المركزي، تشريح تمدد الأوعية الدموية الأبهري، ثقب العمود الفقري، وغيرها من الإجراءات التشخيصية أو العلاجية، والتي قد تسبب نزيفا كبيرا جراحيا حديثا أو محتملا في العين أو الجهاز العصبي المركزي، تخدير قطن إقليمي كبير أو جراحة رضحية تؤدي إلى أسطح مفتوحة كبيرة. يعني أي ارتفاع في ضغط الدم الخبيث أيضا يخوف. هذا يعني احتمال يسوي عندك شلون نقول مثلا انفجار في الأوردة، التهاب تامور أو الانصباب التامور، هذا موجود بالقلب، غشاء القلب، التهاب الشغاف البكتيري، المرضى غير خاضعين للإشراف والذين يعانون من حالات مرتبطة باحتمالية عالية لعدم الامتثال. أيضا هناك أمراض وراثية، أمراض يعني نزيفية، تسمم الحمل، مقدمات الارتعاش، الإجهاض. أيضا الإجهاض المهدد أيضا يهدد الحمل باستثناء النساء ذوات الصمامات القلب الميكانيكية، فهم معرضات للخطر كبير إصابة جلطات دموية. فالحوامل اللي عندهم مشاكل بالقلب
فقط هم اللي يستخدمون يعني هذه الأدوية من الحمل، من اللي شلون نقول، من اللي عندهم حمل بسيطة. طبعا الحمل والرضاعة الطبيعي يمنع استخدامه. هنا عندنا يمنع استخدامه. هنا عندنا الجرعات مثل ما قلنا، ترى ابو الحمل والمرضعات ما يصير يستخدمون هذا الدواء، لان هذا الدواء يشكل عليهم خطر، وعلى الجنين ايضا يسوي نزيف. تعرف انت يعني مشاكل الحمل. هنا عندنا الجرعات. الجرعة الاولية من 2 الى 5 ملي غرام فموية مرة واحدة يوميا، او جرعات مثل من 2 الى 10 فموية ايضا مرة واحدة يوميا. طبعا هاي عندنا التداخلات مع بعض الأدوية مثل ما نشوف، كل هاي أدوية تتداخل مع الوافرين. الوافرين يعني هو مضاد، شلون نقول مثلا مضاد للتخثر، فيستخدموه أهل التجلطات أكثر شيء، المدخنين غيرهم. أكو حوامل أيضا عندهم فقر دم مثلا، أو يستخدمون مثلا هاي الأدوية لمنع التجلط، أو مثلا تحصل لا سامح الله تشوهات بالجنين وغيرها. فهاي عندنا الأدوية اللي تتداخل وياه. طبعا نجي على دواء ريفاروكسابان وأبيكسابان. طبعا هذا الدواء هو مثبط العامل XA، والذي يثبط تنشيط الصفائح الدموية عن طريق حجب الموقع النشط للعامل XA عبر المسارات الداخلية والخارجية، والتي تلعب دورا محوريا في مسار تخثر الدم. طبعا هاي الأدوية هاي أسمائها العلمية، هنا عندنا الأسماء التجارية، وهنا عندنا الشكل الصيدلاني والقوة الدوائية وأيضا اسم الشركة. وهذه هي الأغلفة. ونجي على أهم شيء هو الاستخدام أو الاستعمال. يستخدم لمنع تكون جلطات الدم بسبب عدم انتظام ضربات القلب، الرجفان الأذيني، أو بعد جراحة استبدال مفصل الورك أو الركبة. قلنا إحنا لأن بالرجل عندنا يصير لا سامح الله بالأوردة، تخثر بالأوردة العميقة وما تتحرك، فينطون هذا الدواء للمساعدة على عدم التجلط. والذين يعانون من محدودية الحركة مثل ما قلنا أثناء إقامتهم في المستشفى وبعد الخروج منه، يعني ينطوها على مود لأنهم ما يتحركون، فالمود ما تصير عندهم جلطات. بالإضافة إلى ذلك يستخدم الريفاروكسابان لعلاج جلطات الدم مثل تخثر الأوردة العميقة واللي توي قلناها احنا أيضا، أو الانسداد الرئوي هم نفس الشيء، ولمنع تكون جلطات الدم مرة أخرى. طبعا نجي على الآثار الجانبية. قد يحدث كدمات خفيفة أو نزيف طفيف مثل نزيف الأنف نويز بليد، أو نزيف من الجروح أيضا. ويمكن أن يسبب هذا الدواء نزيفا خطيرا إذا أثر على بروتينات التخثر الدم بشكل مفرط. ويجب أيضا على المريض إخبار الطبيب على الفور إذا ظهرت عليه أي علامات نزيف خطيرة، بما في ذلك ألم، تورم، انزعاج، كدمات، غير ذلك. وأيضا نزيف مطول من الجروح أو اللثة، أو نزيف أنفي أيضا. هو عندنا الرعاف الأنفي أيضا خطير إذا ترك بدون علاج، أو إذا استخدمنا الأدوية المضادة للتجلط وإلى آخره. طبعا نجي أيضا إلى الموانع. طبعا هو أكيد الموانع اللي هي إذا كانت هناك فرط التحسس، نزيف مرضي نشط، أو المرضى الذين خضعوا مثل ما قلنا لاستبدال صمام الأبهري عبر
القسطرة. نجي أيضا إلى الحمل والرضاعة. احنا قلنا الحمل بيانات غير محددة متاحة للحمل غير كافية للإبلاغ عن مخاطر مرتبطة بالدواء من نتائج نمو سلبية. طبعا بالرضاعة عندنا احنا أيضا بالرضاعة يقول لك تم اكتشاف الدواء في الحليب الأم، لا توفر بيانات أيضا كافية لتحديد الآثار على الطفل، يعني حسب الحاجة. مثلا إنه أنت مثلا إذا كانت عندك عملية أو كانت مثلا عندك، طبعا الجرعة حسب تعليمات الطبيب. هنا عندنا التفاعلات الدوائية أو الأدوية المتداخلة معها، أيضا هاي أدوية متداخلة مع هذه الفئة. نيجي على دواء آخر تيجا جريلور. أيضا هذا الدواء يتفاعل ومستقبله الرئيسي بشكل عكسي مع مستقبلات الصفائح الدموية لمنع نقل الإشارة وتنشيط الصفائح الدموية. طبعا هذا عندنا هنا بهذا الشكل يجي هذا الغلاف. استعمالاته: يستخدم التيجا جريلور للمساعدة من الوقاية من النوبات القلبية والسكتات القلبية لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو معرضين لخطر المتزايد بالإصابة بأمراض القلب أو السكتة القلبية. مثال على ذلك هي بسبب أمراض مثل السكري وغيرها من هذه الأمراض. وقد يمنع أيضا تجلط الدم بعد بعض الجراحات القلب مثل وضع الدعامة. عندنا الآثار الجانبية هي صعوبة في التنفس وضيق الجست أو الصدر. موانع الاستعمال: فرط الحساسية مثل الوثمة الوعائية أو أي من المكونات التركيبية مثل نزيف، مرضى النشط مثل القرحة الهضمية ونزيف الجمجمة وغيرها من هذا الشيء، يعني اللي لا سمح الله الشغلات اللي بيها شلون نقول نزيف كالنزيف الأنف أو نزيف الدماغ وغيرها. هنا عندنا الحمل والرضاعة. هنا عندنا لا ينصح استخدامه أو أثناء الحمل، وأيضا لا ينصح باستخدامه للرضاعة. وهنا أقول لك حسب الطبيب الجرعة دوز حسب الطبيب. هاي تجي أدوية أيضا مع الدواء اللي هي هاي الأدوية اللي تشوفوها أمامكم. نيجي على دواء آخر الإينوكسوبارين. طبعا هو هيبارين منخفض الوزن الجزيئي مضاد للتخثر أو عامل التخثر، يثبط العامل XA عن طريق زيادة معدل تثبيط البروتياز التخثر، والتي يتم تنشيطها بواسطة مضاد الثرومبين 3. هنا هو يجي تعريف الدواء: هو دواء من مضادات تخثر الدم يستخدم منع تكوين جلطات في الساقين والرئتين، يعني نفس اللي قبله حتى هو الوافرين، وخاصة الخثار الوريدي العميق والذي يمكن أن يؤدي إلى انسداد رئوي. يمكن استخدامه أيضا لعلاج النوبات والذبحة الصدرية وتكوين الجلطات الأخرى بعد الجراحة. ويحتوي على مادة فعالة حيث يقوم الدواء بوقف الجلطات الدموية الحالية ومنعها من التسبب بأي ضرر للمريض، ووقف الجلطات الدموية الجديدة قبل تكون في الدم. الجلطات في الساقين، الخثار الوريدي العميق، هو طبعا هو هذا دائما يستخدم لموانع التجلط. جلطات الدم الرئتين أيضا، والجلطات اللي بعد الجراحة. يعني هاي 3 شغلات رئيسية لاستخدام هذه الأدوية والأدوية السابقة لهذه الفئة. يعني هنا اسم العلمي، هنا عندنا الأسماء التجارية، هنا الشكل الصيدلاني، القوة الدوائية، واسم الشركة. وهنا عندنا أيضا أغلفة الدواء. ونجي على الاستعمالات: يستخدم
الإينوكسابارين للوقاية من جلطات الدم الضارة وعلاجها. يساعد هذا على التقليل This help to reduce the risk أيضا المخاطر. يقول لك تقليل خطر إصابة السكتة الدماغية أو النوبة القلبية. ويساعد هذا الدواء في الحفاظ على تدفق الدم بسلاسة عن طريق خفض نشاط بروتين التخثر في الدم. الإينوكسابارين هو مضاد للتخثر ويعرف أيضا باسم مميع، هذا أيضا مميع الدم مثل نوع الهيبارين. تشمل الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم كلوتس. وصلنا هنا احنا. فأنواع معينة من عمليات الجراحة مثل استبدال الركبة الورك وجراحة البطن. وصلنا احنا جراحة البطن. وفترات طويلة من عدم الحركة وأنواع معينة من النوبات القلبية ونوع معين من ألم الصدر. ويسمى الذبحة الصدرية الغير مستقرة. طبعا هاي دائما تصير قبل ما تصير غير مستقرة، وراها ناخذ بها علاجات اللي ذكرناها بالبداية مع ضغط الدم الميتونولول وغيرها. بالنسبة لبعض الحالات الطبية يمكن استخدام الإينوكسابارين مع مويعات دم أخرى. هسه نجي إن شاء الله نتطرق بها بالأخير آخر نشرة هذا الدواء. عندنا الآثار الجانبية. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا مما يلي: نزيف مثل فقر الدم، عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ألم وكدمات في الموضع الحقن على الجلد، يعني كدمات تصير زرقاء، يعني الفيفر، حمى وتورم في الساقين، تورم في الساقين swelling in legs. هنا عندنا موانع الاستعمال. فرط الحساسية، كلها فرط حساسية، ما طول عندك انت هنا يعني مضاد للتجلط. فاحنا اول شيء اذا لا سامح الله مثل المضادات الحيوية اكو مثلا فرط حساسية احتمال يعني يفحص قبل كل شيء، مثل حكة، انشراح، تفاعلات طاقية شنو يعني عندك ضيق نفس يصير او لا سامح الله تسمم بالدم. الهيبارين منتجات لحم الخنزير او اي مكون من المكونات التركيبية بما في ذلك الكحول البنزيلي في قوارير متعددة الجرعات. تأريخ من قلة الصفيحات الدموية الناجمة عن الهيبارين بواسطة المناعة ال HIT في المائة يوم في يعني الأيام المئة الماضية، أو في وجود أجسام مضادة متداولة نزيف حاد نشط. الحمل والرضاع. يجب استخدام هذا الدواء أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية فقط عند الحاجة الملحة، وعندك هنا الجرعة حسب تعليمات الطبيب. فئة أخرى دواء إينوهيب. طبعا هنا عندنا من خصائص هذا الدواء المضاد للتخثر من خلال تعزيز تثبيط عامل XA والثرومبين، العامل أيضا 2A عن طريق ارتباط بمثبط البروتياز البلازم مضاد الثرومبين. أيضا هنا تيجي عندك الاسم العلمي، وعندك هنا الاسم التجاري، وهنا الشكل الصيدلاني، وهنا القوة الدوائية واسم الشركة. استخداماتها أيضا نفس الشيء، هنا الوقاية من انصمام الخثاري الوريدي لدى المرضى البالغين الذين يخضعون للجراحة، وخاصة جراحة العظام أو الجراحة العامة أو جراحة الأورام. بعدين تجي تقول وقاية من انصمام الخثار أيضا الوريدي لدى المرضى البالغين الغير الخاضعين للجراحة والذين يعانون من شنو؟ من عدم القدرة على الحركة بسبب مرض حاد.
وأيضا نجي بما في ذلك قصور القلب أو فشل القلب. وهنا أيضا فشل في الجهاز التنفسي الحاد، التهابات شديدة، سرطان النشط، بالإضافة إلى تفاقم الأمراض الروماتيزمية. الوقاية من التجلط في الدوائر خارج الجسم أثناء غسيل الكلى وترشيح الدم لدى البالغين. نجي أيضا للآثار الجانبية. أيضا النزيف، فقر الدم، انخفاض في الخلايا الدم الحمراء، نفس الدول اللي قبله، ضعف وضيق نفس، تجمع الدم في الأنسجة مما يؤدي إلى ظهور الجلد باللون الداكن، يظهر بالداكن، لون داكن. وأيضا نيجي هنا من الآثار الأخرى ألم، حكة، كدمات، نزيف، ألم، حكة، كدمات، نزيف. وأيضا نيجي تورم، عقدات، كتل صلبة تحت الجلد في مكان الحقن، يقولك حيث أن هناك حقن يعطى. استعمال موانع الاستخدام، يمنع استخدام الدواء في المرضى الذين يعانون من نزيف حاد، يعانون من نزيف رئيسي، ميجور رئيسي أو حاد، من يعني من اللي شلون نقول من الشكل الرئيسي اللي هو النزيف في المرضى أو الذين يعانون من فرط الحساسية من الدواء. طبعا هنا أيضا نفس الشيء، استخدامه يكون بالحاجة الملحة والجرعة حسب الطبيب. وأخيرا وليس آخرا، الميبيبارين. شوفوا بارين، يعني شلون هي بارين، ميبيبارين. أيضا يعرف بأنه مضاد التخثر، ويستخدم لمنع التجلط الدم الضار. harmful blood clots. أيضا فهو يمنع الجلطات الموجودة من أن تكبر، من أي كبر أو من أن تكبر، وأيضا وتتوقف أو تمنع، نقول تمنع تكون جلطات جديدة في الساقين، الرئتين، الدماغ والقلب، brain or heart. هذه أيضا نقول تستطيع أن تساعد في منع أو شلون نقول وقاية من متلازمة الشريان التاجي، هذا حاد، acute حاد. زين. أيضا العميق، يعني تجلط الأوردة، يون ديب يعني عميق، تجلط الأوردة العميقة، والانصمام بالمنري، انصمام الرئوي. طبعا هذا الدواء هنا عندنا الاسم العلمي، الاسم التجاري، والأشكال كما واضح عندنا. هاي القوة الدوائية، وهاي اسم الشركة. طبعا أنا بس عندي يعني هنا بهاي الكتاب بس عندي هاي الشركة. هنا عندنا يستخدم متلازمة الشريان التاجي الحاد، أوردة عميقة مثل ما قلنا، تجلط الأوردة العميقة. وعندنا آخر شيء الانصمام الرئوي. نجي الأثر الجانبي أو الأكثر شيوعا لهذا الدواء هو النزيف. يقول لك تذكر أن الصداع الشديد قد يكون من علامات على نزيف في الدماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله، المعلومة أول ما بشوفها. قد يكون ألم في المعدة طبعا أي دواء بمانع تجلط يأثر على المعدة، لأن حتى لو المعدة كانت متحسسة أو بها مشكلة بسيطة تحس بها وجع. يعني أي شيء بهبارين بموانع، شلون يجيك عباك شيء حامض، عباك ليمون،
فيكون ألم شديد في المعدة، علامة على النزيف في المعدة. يمكن أن يكون النزيف خطيرا وقد لا يكون واضحا. رد فعل في موقع الحقن، يعني هاي واحد شلون نقول امبرازول أو أي شيء يقوم يقدر يعالجه قبل استخدام هذا الدواء. هنا نجي الموانع. هنا فرط التحسس مثل ما قلنا، حك الشرة، هاي الشغلات مالت التحسس تآقية غيرها. يطلع شلون تقول في شغلات تسمم الدم، يعني يطلع عندك بقع بالجلد، هيك بالجلد يصير عندك بقع او حب، فهذا مبين عليه انه هو تآقية، او نقول نقدر نقول انه تفاعل هذا الشيء بالدم. منتجات لحم الخنزير ايضا نفس الشيء، او اي مكون من مكونات التركيبة بما في ذلك الكحول البنزيلي في القوارير متعددة الجرعات. نفس الحكي مال اللي قبله، يعني نفس الموانع ناقليها مثل ما هي. تاريخ من قلة الصفيحات الدموية الناجمة عن الهيبارين بواسطة المناعة HIT في شلون نقول في الأيام الماضية، المية الماضية، أو في وجود أجسام مضادة متداولة أو نزيف حاد مثل ما قلنا اكتيف ميجور لودينج. ايضا هذا الدواء يستخدم في شلون نقول بالحاجة الملحة للحوامل، يستخدم يعني نقول يستخدم ولكن للحالات الطارئة عند الحاجة الملحة، والجرعة تكون حسب الطبيب مثل البقية. هاي 3 أدوية كلها حسب الطبيب، لأن هاي ما يصير يتلاعب بيها. فأي واحد صيدلاني أو يريد يتعلم صيدلة لازم يدير باله من هاي الأدوية اللي بيها مميعات الدم نقول، لأن هذه لا سامح الله إذا أعطت لحالات صحية طارئة احتمال تؤدي إلى الموت، أو إلى يعني شو نقول تزيد حالته، تصير حالات خطرة يعني طارئة. فلازم تديرون بالكم من هذه الأدوية المميعات للدم، مو مثل مالت الضغط يخفض الضغط، بس هذا المشكلة يميع، يعني احتمال يصير عندك نزيف بالدماغ أو لا سامح الله بالمعدة أو بأي مكان. فهاي الأدوية تديرون بالكم. وعندي حالات أنا صارت بيها نزيف، هم كانوا يستخدمون هذه الأدوية، فمو أعطيناهم ولكن هم كانوا يستفادون من العدوى، وصارت عندهم جروح داخلية بالجهاز الهضمي وجهاز التنفس العلوي، وصارت عندهم حالات طارئة اضطرينا أن نفوتهم طوارئ. فديرون بالكم من هذه الأدوية. طبعا نهاية الفيديو نشكر حسن متابعتكم، لا تنسون بالضغط على لايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، نتمنى لنا نشر المزيد. إلى اللقاء في الحلقات الأخرى.